اسرع واحلى مكرونه في خطوه واحده بس، تجهز في 10 دقايق، بديل الاندومي. طعمها حكايه. في طاسه على النار نزلت ب4 معالق من الزيت، هنزل عليهم بالمكرونه. وهنا هستخدم المكرونه الصغنونه بتاعه الكشري. الكميه اللي معايا نص كيس مكرونه 400 جرام. تقدروا طبعا تزودوا زي ما انتوا حابين. ونبدأ بقى نقلب المكرونة على نار متوسطة. كمان هقولك على تركاية حلوة جدا هتخلي لون المكرونة بتاعك كله لون واحد. رشة بسيطة كده من الملح في بداية ما انا بحمر المكرونة، وبرده مع التقليب المستمر. كده خلاص وصلت للون اللي انا عايزاه. ههدي النار عليها علشان اتبلها واخدها كده تقليبه مع التوابل، وتتحمص كده مع التوابل وريحه التوابل تطلع ويبقى طعمها في منتهى الجمال. نزلت بمكعب مرق الدجاج، وده اختياري، تقدروا تستغنوا عن الخطوه دي. ورشه من الملح بسيطه جدا، ما تنسوش ان احنا حاطين في الاول وكمان مرقه الدجاج مملحه. ورشه بسيطه من الفلفل الاسود، وكمان رشه بسيطه من السبع بهارات. وبعد كده بقى هنزل بميه مغليه او شوربه. اول ما نزلنا بالشوربه علينا النار، واول ما الشوربه هتاخد معايا غلوه هقلبها تقليبه واغطيها واوطي النار عليها واسيبها تستوي. بتاخد بالظبط في السوا 10 دقايق. مش عايزين نسويها تسويه كامله، يعني 10 دقايق كده هتلاقي المكرونه مستويه بنسبه 90%. بعد كده هقفل النار واسيبها 5 دقايق بالظبط. هي بتكمل تسويتها من السخونية. زي ما انتوا شايفين كده بقى بتطلع مفلفلة وفيها شوربة. طبعا حابين تكتروا كمية الشوربة زي ما تحبوا. سهلة وبسيطة وما خدتش معانا اي وقت خالص. طبعا بتتقدم كده بقى بشوية الشوربة اللي طعمهم يجنن. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك، وبألف هنا وربنا يحسن ما بين ايديكم.